السلام عليكم. اليوم بإذن الله هعمل وصفات أسماك. هعمل شيش طاووق، هذه مكعبات فيليه سمك، هذا فيليه هامور، وعندكم السمك اللي انتو تفضلوه، بس الهامور أطرى شي فيه. هحط في المطحنة أعمل له خلطة. هذه كزبرة خضراء، بصل أخضر مفروم، بقدونس، فلفل حار، والفلفل حسب الرغبة، الكمية أو وجوده أو عدمه. وعندي البهارات: كركم، كزبرة ناشفة، كمون، فلفل أسود بس. طبعا الملح. وعندي الثوم، تتذكروا الثوم عملته أول أمس في الفريزر، شوفوا أهو هذا دوبي مطلعاه من الفريزر، ولا يجمد لأنه مغسل ومجفف، ما في سوائل، والملح والزيت يمنع التجمد. حضيف للخليط زيت زيتون وعصير ليمون. هذا الخليط أضفته للسمك، أدعكه معاه وأدخله الثلاجة يتنقع. وهذه الأعواد ححطها في الموية عشان لما ينشوي لا تنحرق. عندي من نفس الخليط أضفت له حبة طماطم، وعندي هذا السمك احنا نسميه عربي، نسموه بوري، حتبله. عملت تحته فرشة بصل وبطاطس. السمكات أزود عليها شوية زيت زيتون، خلاص أغطيها بورق زبدة وعليها قسطير وأدخلهم الفرن. هنا عملت سلطة بلدي بحتة، كانت ستي الله يرحمها تسويها. طماطم، كزبرة خضراء، فلفل أخضر، بصل أبيض، وملح وفلفل أسود. أضيف لها عصير ليمون وزيت زيتون. زيت الزيتون يعني كمية وفيرة. عادة نحن ما نحط التوابل على السلطة إلا عند التقديم، لكن هذه الطريقة لا، لازم تتعمل وتتقلب تمام وتدخل الثلاجة قبل التقديم بفترة عشان تدبل. هذه طريقتها. شوفوا وصفة السمك والسلطة أخذتها من عندي كتاب هذا قديم. هذه هي، شوفوا مكعبات السمك طبعا زي الشيش طاووق، وهذه السلطة. ولقيت هذه السلطة اللي كانت تعملها ستي الله يرحمها لأنها من أصول مغربية. ولا تسألوني من فين الكتاب، له أكثر من 20 سنة عندي ما شاء الله. لا أتذكر من فين اشتريته ولا بكم حتى. لا أتذكر من فين اشتريته ولا بكم حتى. كانت مجموعة يجي منها الهندي ومنها المغربي الإندونيسي. عندي هنا جمبري ما شاء الله بقليه بطريقة مطبخ أم عيسى. أحط الجمبري يتبل بأي تتبيلة تبغوها، بالدقيق أول شيء، بعد ما تغمس بالدقيق أحطه في موية، أرجعه في الدقيق، أرجعه في الموية. ممكن تكرر العملية هذه مرتين ثلاثة، خلاص زي كده، ويتحمر على طول، ما يبقى في التتبيلة. يعني دقيق موية، دقيق موية، كرروها مرتين ثلاثة أربعة حسب ما تطلع كريسبي وقرمش. يتحمر حوالي بس 3 دقائق على كل وجه. خافوا ان التتبيلة تروح في الموية. شوفوا تغلفت بالدقيق يحميها ولا توصل، وارجع تاني على كده. ما شاء الله طريقة أختي أم عيسى، تحياتي لك أم عيسى. هذا ما شاء الله الجمبري اللي انقال على طريقة أم عيسى، صراحة فعلا مقرمش روعة. وهذا السمك المشوي ما شاء الله طلعته من الفرن. لما أشوي مكعبات السمك اللي هو شيش طاووق حوريكم بإذن الله. طلعت السمك شكيته في الأسياخ. عندي جمبري كمان عشان اللي ما يبغى مقلي للدايت. حشوي السمك والجمبري، حطيته على الشواية، أتركه يتحمر على الوجهين، يتقدم مع السلطة. تحمرت جهة قلبته على الجهة الثانية. هذه ما شاء الله أسياخ شيش طاووق قدم مع الرز. عندي هنا السلطة اللي قلنا عليها، وهذا صوص طبعا من مستردة وكاتشب وشطة. وهذه السمك المشوي مع البطاطس في الفرن بالعافية.